بيبدأ الفيلم مع بنت كان مغمى عليها وبتفوق، فبتلاقي نفسها جوه أوضة حيطانها بيضة وجنبها أكل وأدوية، وبتلاقي قدامها باب أبيض مقفول، فبتحاول تقوم ولكنها بتلاقي رجليها مش شايلاها، وبتلاقيها متربطة بشاش وقطن. وفجأة نور الأوضة بينور وبيدخل عليها شخص وهو بيقول لها بإن هي نامت كتير جدا. فبيبتدي الشخص ده يعرفها بنفسه وبيقول لها إن هو اسمه توماس وإنه خاطفها، وبيقول لها بإن هي عمرها ما هتخرج من هنا إلا إذا وقعت في حبه. وبيكمل توماس وبيقول لها على بياناتها الشخصية زي إن اسمها روبي، وبتكون روبي مش فاكرة أي حاجة من المعلومات الشخصية بتاعتها وكأنها بتسمعها لأول مرة. ولما بتسأله روبي هو عمل فيها إيه، بيجاوبها بإنه قطع أربطة رجليها، وبيطلب توماس منها ما تتحركش لأنها لو حاولت تتحرك مش هتقدر تمشي تاني على رجليها طول عمرها. وبيشاور لها على شنطتها اللي فوق الكرسي وبيقول لها إنه سايب لها حبوب مسكنة وحبوب تانية لمنع الحمل. فبتبتدي روبي تقلق وبتفهم من غير ما يقول إن هو اعتدى عليها، وبيقول لها كمان إن هو يقدم لها 3 وجبات في اليوم، وإنها لما تحب تروح الحمام أو تستحمى هو اللي هيساعدها في كده. وبعدين بيقول لها على مواعيد فتح وقفل النور وإن كل شيء هنا بميعاد ونظام. وبتسأله روبي إذا كان اعتدى عليها ولا لا، ولكنه بيقول لها إنه ما عملش كده وبيخرج وبيسيبها. وبتلاقي روبي حوالين إيديها أنسيال منقوش عليه اسمها وجنبه حرف إكس، وبتتحول الإضاءة اللي في الأوضة للون الأحمر، يعني معنى كده إن ميعاد النوم جه لأن هو عارف إن هي بتخاف من الضلمة. وبيدخل توماس الأوضة فبيلاقيها نايمة وهي قاعدة، فبيعدلها وبينيمها على جنبها. وتاني يوم بيدخل عليها توماس وبيكون جايب لها الأكل بتاعها وبيلاقيها نايمة، فبيخبط لها على الحيطة وبيقول لها إن الفطار جاهز. وأول ما بيخرج توماس بتقوم روبي من النوم، وبنعرف بإن هي كانت بتمثل عليه إن هي نايمة، وبتبدأ تزحف وبتروح لشنطتها تدور على أي حاجة ممكن تساعدها. وبتفتح الشنطة وبتطلع كل محتوياتها وبتطلع البطاقة بتاعتها وبتتأكد من البيانات اللي توماس قال لها عنها، وبتطلع مراية وبتبص على شكلها علشان تتأكد إن هي صاحبة البطاقة. وفجأة بتلمح ظل توماس بيقرب منها، فبتدخل حاجتها جوه الشنطة تاني، ولكن في كرة تنس بتتدحرج منها وبتروح بعيد ومش بتلحق روبي تشيلها، ولكنها بتزحف ناحية الكرة وبتخبيها ورا ظهرها، وبترجع تقعد تاني في مكانها اللي توماس بيسيبها دايما فيه. وبيدخل توماس وجايب لها الغدا وبيلاحظ ان هي تعبانة، فبيروح مديها الدواء المسكن بإيده وبيتأكد ان هي بلعت الدواء وبتنام. بعد كده بيخرج توماس تاني وبتفوق بعدها وبتحاول تزحف ناحية الباب، ولكنها بتتفاجئ بان توماس جوه الأوضة قاعد على كرسي وبيقول لها برضه ما تحاولش تهرب لان هي مش هتعرف. بتسأله روبي تاني انت مين وعاوز مني ايه، فبيكرر عليها نفس المعلومات تاني وبيكررها بالترتيب علشان ينشط لها الذاكرة، وبيطمنها بان رجليها مع الوقت هتتحسن بس بشرط ان هي تاخد الأدوية بانتظام، وبيفكرها بان المسكنات وحبوب منع الحمل جنبها. وبعد شوية وقت بيحاول توماس يساعدها على الشفاء بسرعة وبيعمل لها علاج طبيعي وتمارين لرجليها وبيحميها بالمية والصابون. وتاني يوم بتلاحظ روبي ان في جرح ورا راسها، فبتطلع المراية من شنطتها علشان تشوف ولكنها مش بتبقى قادرة تشوفه. في الوقت ده بيكون توماس مراقبها من فتحة صغيرة وبتكسر روبي المراية لكذا قطعة علشان تقدر تشوف راسها من ورا، ولكنها لما بتسمع صوت توماس بتزحف تاني لمكانها وبتخبي قطع المراية وبتخبيها جوه الشاش اللي حوالين رجليها. وتوماس بيكون داخل يطمن عليها، ولما بيلاقيها نامت بيطفي النور الابيض وبيولع النور الاحمر في الاوضه، وبيبات توماس معاها في الاوضه على الكرسي. وتاني يوم بيصحى على صوت المنبه فبيروح يعدل روبي، وبتمر الايام وروبي محبوسه في الاوضه وتوماس بيقوم بخدمتها ورعايتها. وفي يوم بيسالها توماس هو ممكن يجيب لها ايه علشان تتسلى وهي قاعده لوحدها، فبتطلب منه روبي مرتبه وبطانيه واي كتاب تقراه علشان تضيع فيه الوقت. وتوماس فعلا بينفذ لها رغبتها وبيجيب لها المرتبه والبطانيه والكتاب، فبتفرح روبي بيهم وبتبدا تقرا في الكتاب، ولكنها بتحس ان هو مألوف ليها وان هي قرته قبل كده، وبتبدا تفتكر ذكريات وهي بتقراه. فبيقول لها توماس ان هي قرت الكتاب ده قبل كده وان هو المفضل بالنسبه لها. وتاني يوم الصبح بيجيب لها توماس الفطار كالعاده وبيطلب منها ان هي تتمنى اي حاجه يجيبها لها، فبتطلب منه روبي تشرب شاي احمر، فبيخرج توماس وبيجيب لها الشاي بسرعه ولانه عارف ان هي هتطلبه فبيكون محضره من الاول. ولما بتشرب روبي الشاي بتبدا ذكرى تانية تنتعش جوه عقلها، فبتلاقي نفسها جوه حديقه مليانه ورود وازهار، ولكنها بتكون مستغربه ازاي توماس كان محضر الشاي قبل ما هي تطلبه. فبيقول لها ان هو عمل شويه ابحاث علشان يعرف عنها كل حاجه، وبتبدا روبي تقرا الكتاب لان هو تسليتها الوحيده. وفي يوم بتكتشف روبي بان الاربطه اللي حوالين رجليها وهميه وان مفيش جروح ولا عندها اربطه مقطوعه زي ما توماس قال لها. وبتبدا روبي تحاول تمشي على رجليها وبتوصل لباب الاوضه، واول ما بتمسك الاقرة بيجي لها ذكرى جديده ان هي حاولت تهرب قبل كده ولكن في حد منعها. فبترجع روبي تاني وبتقعد على المرتبه وبتفتح الكتاب علشان تشوف الكلمات المقلوبه، ولكنها بتمسح كلمه بصبعها فبتلاقيها طلعت في ايديها. بتشم مصباحها فبتفتكر حاجه من ريحه الحبر، فبتروح على طول شاده المرتبه وشاده حجر في الحيطه وبتخرجه، فبتلاقي عيدان كبريت كتير محروقه كانت مخبيها جوه، وبتفهم وقتها بان العيدان دي هي اللي كانت بتكتب بيها الكلمات المقلوبه في الكتاب، وانها كانت بتكتبها مقلوبه علشان لو الكتاب وقع في ايد توماس. وفي يوم وهم قاعدين سوا بيتعشوا بتطلب روبي من توماس شمع علشان الجو يبقى رومانسي، فبيروح جايب لها الشمع ومعاه علبه
الكبريت وبيولع لها الشمعة وبيسيب عود الكبريت المحروق فوق الترابيزة، وبتكون روبي عايزة تاخده بأي طريقة. وهنا بيطلب منها توماس انهم يبدأوا حياتهم مع بعض من أول وجديد، وبيمسك توماس ايدها ولكنها بتروح تسحب ايديها وبتاخد عود الكبريت وبتحط ايديها على بقها وبتعمل نفسها بتكح علشان تخبي عود الكبريت منه. وبيهديها توماس كتاب جديد علشان تقراه، وبتبدأ روبي انها تكتب بعود الكبريت المحروق الحاجات اللي هي بتفتكرها والانطباعات اللي بتاخدها عن توماس، وبتبدأ تدونها أول بأول. وخلال الفترة دي بتقوم روبي كل يوم تلعب رياضة وبتبدأ تمرن رجليها على المشي والجري. وأول ما بيكون توماس معاها بتعمل نفسها كأنها مش بتعرف تمشي، وبتبدأ روبي تبين لتوماس بأن هي اتعودت على الحياة هنا، وبيتعاشوا سوا اليوم ده. وبتجيلها ذكرى جديدة لما بتاكل الأكل اللي عامله توماس، وبتفتكر بأن هي أكلته قبل كده مع توماس جوه مطعم، وإنه ليلتها قال لها غمضي عينيك وراح ملبسها سلسلة حوالين رقبتها. وبتبدأ تحكي لتوماس عن الذكرى دي، فبيفكرها بأن الليلة دي كانوا بيحتفلوا بيها بذكرى حبهم. وبتبدأ روبي تمارس هوايتها في الرسم لما بيجيب لها توماس ورق ملون وألوان علشان تسلي وقتها. وفي يوم بيكون توماس نايم على المرتبة بتاعتها وفي ايده قلم، فالقلم بيقع من ايده، فبتعرف روبي بأن هو نام، فبتحاول تروح عند الباب وتفتحه، ولكن توماس بيصحى وبيقول لها على فكرة الجو بره برد جدا وانت محتاجة جاكيت. فبتعمل روبي نفسها كأنها كانت رايحة تجيب كرة التنس اللي واقفة قدام الباب وبترجع تاني. وفي ليلة تانية بيجي لها توماس وبيشغل لها موسيقى رومانسية وبيبدأوا يرقصوا سوا. وهنا برضو بتفتكر حاجة تانية، انهم كانوا بيرقصوا سوا في مكان توماس صراحة بحبه ليها، فبتسأله روبي وبتقول له احنا فعلا كنا بنحب بعض. فبيضحك توماس وبيقول لها انت كده بدأت تصدقيني. وبتبدأ روبي فعلا تنسجم مع توماس وتقرب منه اكتر، ولكنها بتبكي فجأة وبتقول له طالما كنا بنحب بعض ايه اللي وصلنا لكده. فبيبدأ توماس يحكي لها على كل حاجة، وبيقول لها ان الموضوع ده بقاله فترة كبيرة، وبيحكي لها انها في ليلة كانت موعدة واحد اسمه ماك وقاعدين سوا في بار، وان توماس ليلتها كان رايح لها، ولكن للاسف ليلتها ملحقش يوصل لها بسبب انه ملقاش مواصلات شغالة. فاتصل بيها علشان يعتذر لها ولكن ما ردتش عليه. ووقتها روحت على بيتها ومعاها ماك، واللي دخل معاها لأوضة النوم واستغل ان هي سكرانة وحاول يعتدي عليها، ولما هي قومته راح ضربها وبدأ يعتدي عليها. وليلتها واحد صاحب توماس وصله لبيتها، فتوماس لقى باب البيت مفتوح، فلما دخل لقى ماك بيعتدي عليها فراح قتله. واخدها توماس بعد كده في عربية صاحبه للبيت عنده علشان يحاول يفوقها، ولكنها لما فاقت اكتشف انها مش فاكراه اصلا وانها فقدت الذاكرة تماما. ووقتها حاول صاحبه يتصل بالاسعاف، ولكن توماس منعه وقال له بان هو اللي هيعتني بيها. وليلتها خلى صاحبه يوصلهم لمكان بعيد، وراحوا على جزيرة واخد تليفونها ورماه في المية علشان محدش يعرف يوصل لها. وبعدها اخدوا قارب صغير وراحوا على مزرعة فيها بيت مهجور، وهناك حبسها توماس لان هو خايف عليها، وابتدى يعتني بيها لانها من غير ذاكرة مش هتعرف تتعامل مع اي حد وهتضيع. وكانت كل يوم بتسأله انت مين، حتى لما كان بيوريها صورهم سوا. وفي اخر كلامه بيفرح توماس بان هو قدر يعالجها وتخف، وبتعيط روبي من الفرحة. وفي ليلة بتصحى روبي وبتجيب قطعة المراية المكسورة وبتضرب بيها توماس وبتموته، وده بعد ما قررت تتخلص منه لانه مريض وحبه بيأذيها. واخيرا بتطلع وبتشم نسيم الحرية، ولكن بيغمى عليها هنا، وبتفوق بتلاقي نفسها في السرير جوه مستشفى، وجنبها الدكتور اللي بيطمنها ان حياتها هترجع زي الاول وهتعيش حياة طبيعية. وبيخلص الفيلم على كده.